القائل في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وأصلي وأسلم على نبينا محمد القائل: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. أيها الحضور الكريم، لكل مقام مقال. أقول في هذا المقام وفي هذا الحفل الكريم كلمات وعبارات تهنئة لمن حفظ القرآن الكريم. أقول لهم: يا حافظ القرآن، هنيئا لك هذا القبول في الأرض وفي السماء. هنيئا لمن من الله عليه بحفظ كتابه، فقد اصطفاه من بين الناس جميعا. هنيئا لك حفظ كتاب الله الكريم. هنيئا لك هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. يا من جعلت كتاب الله رفيقا لك في دربك، وأضأت بنور حروفه ظلام قلبك. هنيئا لك، فهذا والله هو الفوز الحقيقي. تذكر أنك تحمل بين جنبيك آيات عظام ودلائل قاطعات، فاجعلها حجة لك لا عليك. هنيئا لك يا حافظ القرآن، فقد استعملك الله لحفظ كتابه في الأرض. نعم، ما أسعدك يا حافظ القرآن، ما أروعك بالقرآن، ويا له من نجاح عندما تنهي حفظ كتاب ربك. اعلم أن الحياة إذا ما طابت بالقرب من الله فلن تطيب بشيء سواه. أسعدك ربي وأغلاك، وبأعلى منازل الجنة آواك، وبالنور صبحك، وبالخير مساك، وبالقرآن أكرمك، وبحبه أغناك. فاز عبد جعل رقي الأمة همه، فبدأ بتغيير نفسه أولا. رفع الله قدرك يا حافظ القرآن. من أشرق قلبه بالتقوى لم يعد فيه متسع للظلام. حفظك ربي وأسعدك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزين حافظ القرآن بزينة القرآن، وأن يشرفه بشرف القرآن، وأن يدخله الجنة بشفاعة القرآن. اللهم آمين، اللهم آمين. وفي الأخير أوجه كلمة شكر من أعماق القلوب مشفوعة بالامتنان والتقدير إلى كل المحسنين الخيرين الذين جادت أيديهم الكريمة بالخير وأنفسهم العظيمة بالبذل والعطاء إسعادا لأبناء المسلمين. نقول لهم: سترون ثمار أعمالكم، أجورا عند بارئكم، وصحة في أجسادكم، وبركة في أولادكم وأرزاقكم، وطمأنينة في نفوسكم. فلا تترددوا في بذل الخير والتجارة مع الله. أسأل الله العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.